السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا لسه موجوده في بالك بار لو عملت لكم الفيديو اللي فات عليه. قلت ايه اوريكم بقيه الحاجات اللي في بالك بار عشان هي عجباني جدا. هو اسعاره غاليه شويه بس هو شامل كل حاجه، يعني هتلاقوا فيه كل حاجه، هتدخلوه هتجيبوا كل حاجه انتوا عاوزينها. عجبني برضه الجزء بتاع التوابل والجزء اللي هوريه لكم هناك دلوقتي، بس جزء التوابل متوفر فيه كل حاجه، يعني فظيع فظيع. بصوا هنا القرفه بكل انواعها. القرفه عاملين اللي بيه بتاعه او النص كيلو ب25 حاجه كده، معرفش الاسعار دي بيجيبوها منين، بس يلا. في هنا بصل ناشف شايفينه برضو، النص كيلو ب14 او ب15 بمعنى اصح. في حاجات انا مش عارفاها طبعا. هنا كاري البودر نص كيلو ب8. لو عاوزين تجيبوا كميات كبيرة الأحسن طبعا من كوسكو، يعني أنا بجيب علبة كبيرة ولا حاجة، من بالذات الحاجات الأساسية زي الفلفل الأسود والحاجات دي بجيبها من كوسكو صراحة. فبس لو حاجات صغيرة أو حاجات ما بتبقاش موجودة كتير ممكن تجيبوها من هنا، زي مثلا ينسون النجمي ده، هو شايفينه ده موجود ايه ده ب30 النص كيلو بس انا ما بلاقوهوش في كل حته ده يعني. ده جارليك، ده توم باودر موجود هنا مثلا. في انواع توابل كتيره. ده بابريكا سموكت بابريكا النص كيلو ب8. ساعدوني بقى في الاسامي عشان كل الحاجات ضايعه مني دلوقتي. ده حاجات هندي، ساوث انديا ايه اهو. بصوا توابل كتير، بصوا كل الحاجات دي، بصوا الوضع بتاعها معمول ازاي، جميله جدا. هنا برضو بصوا الكياس بتاعتها دي، كياسها صغيره، كيس اهو صغير كده وبتملاه، وعليه البتاع دي بتقفله من فوق وبتحط كمان عليه الاسم اللي انت عاوزه. دي ورقه عشان تحط اسم التوابل اللي انت خدتها. تفتح دي كده وتملى بالبتاع دي هي، وتكتب اسم التوابل اللي انت خدتها. الناحية التانية بقى مكرونات، شايفين شكل المكرونات؟ انا في اشكال مكرونات اول ما اشوفها، دي على شكل حاجات زي الحشرات كده. بصوا دي شكلها عامل ازاي، دي جميلة قوي دي، بصوا جميلة. بصوا الاشكال، شايفين اشكالها؟ بس النص كيلو ب11، معرفش ليه. اثرت في ايه المكرونه العاديه. ده رز، ده وايلد رز اسود ب14 نص كيلو. ده برضه بيعجبني الرز ده، حاطين معاه عدس وعليه حاجات كده غريبه اهو. ب5 النص كيلو. انواع رز بقى كلها، شايفين برضه ده كله رز. ده باستا برضه. ده التشيز باودر، يعني برمزان بس عاملينه بودرة. ده برضك دي ميكسات شوربة، يعني شوربة عاملينها ايه بودرة، يعني دي تشيكن سوب ميكس دي معمولة. ودي فيجيتابل، لا فيجيتيريان تشيكن، مش عارفة ازاي فيجيتيريان تشيكن يعني. هنا كمان كلها انواع شرب. برضك ده الرز اللي كنت بقول عليه، برضك ده رز مش رز، ده قمح على عدس على حاجات كده، ورز برضك موجوده. كل ده بتحطها بتعمل بيها زي شوربه كده تقيله. دي جربتها قبل كده، هي حلوه صحيه بس العيال ما حبوهاش صراحه. ده القمح والحاجات اللي بتتعمل بيها البليله والكلام ده كله. اللوبيا والفاصوليا والكلام ده كله هنا اهو. شويه دي تهيألي مرقة ماجي دي، دي زي مرقة ماجي. ده العدس الكيلو او النص كيلو ب$1.70. في عدس اخضر، شوفوا دي، شوفوا لونها عامل ازاي، لوبيا غريبة، في انواع واشكال.
فرنش فانيلا دي قهوات بقى. في الركن بتاع القهوة دي قهوات وحاجات معمولة هي مطحونة اهي. دي شوكولاتة او الكاكاو، هوت شوكليت باودر، ايس تي ميكس. دي فرنش فانيلا كابتشينو برضك بتملاهم. هنا الناحية دي بقى القهوة، قهوة ومحطوطة ايه في العلب بتاعتها، وفي مطحنة هنا كمان ممكن تطحن فيها اهي تعاوز. بس دول بقى في ايه، في كيس ورق، كيس ورق كده بتحطه وتملاه اهو. ده بالهازل نات بأطعمة مختلفة بقى. بصوا الأطعمة، الأطعمة كلها الكيلو أو النص كيلو ب15. دي بقى كلها أعشاب انجليش مش عارفة. دي حاجات بتاعت الشاي بقى. في شاي هنا برضك، كل أنواع الشاي برضك متعبية كده. دي كركديه باين، ده كركديه. بقية المحل بقى انواع الشوكولاتات وانواع البونبوني، كل انواع الشوكولاتات وبونبوني انت تتخيلها بقى. تشتري بقى للعيد هنا. انواع اهو. بص دي شوكولاته اللي بتتباع في اكياس، هي بيحطوها كده هنا فرد. بصوا ده M&M's محطوطه، او سكيتل. دي سكيتل وفي M&M's برضه. انواع المكسرات، الفستق ب12 في النص كيلو. ده ميكس، في حاجات بتبقى ميكس دول كده. الكاجو بالنص كيلو ب10. وفي حاجات بتبقى يعني دي متكسر، اللي مش متكسر النص كيلو ب12. وفي حاجات متحمصه وفي حاجات مش متحمصه. في ده مثلا مش متقشر، فيه هتلاقي اللي متقشر هناك. في الفول السوداني في حاجات بقشرها، في حاجات مش بقشرها، فكل حاجه بتختلف الثمن بتاعها. في بيبيعوا حاجات زي المشمش والطم والحاجات اللي هي بتاعت رمضان دهيت. في الزبيب، انواع زبيب. دي 3 انواع زبيب اهو، شايفين الزبيب ده. هنا بقى بيعملوا عسل. بص قاعد بينزلوا العسل ازاي، واحد بيشتري اهو. دي انواع عسل. تاخد العلبة من هنا، تشوف الحجم اللي انت عاوزه ويحط لك العسل، ينزل لك هنا. شايفينه اهو. بص العسل بينزل اهو. ودي حاجات بقى اللي هي زبدة الفول السوداني وزبدة الالموند، ممكن برضه زبدة الموند. بصوا دول حاجات بقى طبيعية، مش زي اللي بتتباع بره. ده فول سوداني بس. وده دي فيه قطع باين. في الحاجات اللي فيها قطع هنا، ده فيها قطع كرانشي. ده المون وده هازل نات اهو. ممكن تعملها برضه، تاخدها يعني انت اللي تعملها برضه. هم حاطين لك الفول السوداني هنا، وتاخد العلبة وينزل لك الباتر نفسه منها. دولت ايه بقى؟ ده زي ايس كريم يعني، حاجة بالليمون. بص دول اللي ممكن بتحشي بيهم التورتات والحاجات باين. بصوا، والبرطمانات فوق ممكن تشتريها. وبرضك الحاجات بقى المتحمصة، الحاجات دي ردة. دي الردة ساعات بجيبها من هنا برضك عشان تشوي السمك. بجيبها وبشوي السمك بيها. بجيب اي اسمها ايه دي، جريل على النار، وحاطه السمك في الرده دهيت، وبشوي السمك على النار على البوتاجاز عادي اهو. والعيال بتحب البتاعات الحاجات اللي زي دي، هوريكم زيها قدام. وده شوفان. والبتاعه دي حلوه مفيده قوي. كينوا النص كيلو ب$8. جرانولا، في جرانولا هنا. بص برضك الشوكولاتات، الكوكيز
ده كوكيز وجواه شوكليت شيبس. في حاجات منها صغيرة زي دي. بصوا انواع حاجات ما تطلعش من هنا لو انت معبي. ده اللب بتاع البامبكن بس متقشر. ده ذرة عشان تعمل فشار. ده برضه نوع تاني، ده لونه ابيض وده لونه اصفر. دي فشار معمول جاهز. ده بطعم الجبنة وده بطعم الكراميل. ده النص كيلو ب11 وده النص كيلو ب5. ده ذرة معمول متحمص وبس بأطعمة. وده حمص متحمص حمص متحمص كده مقرمشات. بصوا ده بتاع هوت موز معمول مقرمشات برضه. بص عامل ازاي برضه. ده حاجات كلها مقرمشات. ايوه الحاجات دي بقى العيال برضه بيحبوها، عامله زي التشيتوز والدريتوز والكلام ده. ده عامل زي التشيتوز. بصوا شكلهم، الحاجات دي تحفه. بس وهنا بقى الفلاك سيد والتشيا سيد والكلام ده كله، وانواع دقيق. ويا ريت بس انا كده صورت المحل كله تهيألي. يا رب يكون المحل عجبكم واستفدتوا منه، وتقولوا لو انتم محتاجين اي حاجه من الحاجات دهيت. وكده خلصنا الفيديو. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. يلا خدوا حبه فلوس. يلا سلام.